النهاردة يوم مش عادي في حياة سيدنا النبي وحياة البشرية كلها. دلوقتي عنده 38 سنة، فاضل سنتين على نزول الوحي. هيحصل في السنتين دول ايه؟ هيبتدي يحصل للنبي حاجات عجيبة، علامات أوضح أكتر من الأول إنه نبي آخر الزمان. مثلا الرؤية الصادقة، كان بيشوف حلم في المنام وبعدين تاني يوم يصحى يلاقي الحلم بيتحقق. متخيلين؟ ده بيحصل يوميا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويصحى يحكي لستنا خديجة وما تبقاش عارفة ايه اللي بيحصل. حاجة كمان، لما كان بيمشي في طرقات مكة، ومكة صحراء فالدنيا فاضية، فجأة يسمع السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت ويبص ما يشوفش حد. يمشي في طريق تاني يسمع السلام عليك يا نبي الله، ويبص ما يلاقيش حد، أشجار وأحجار بس. فيخاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حتى مش عارف خايف من ايه. بعد النبوة هيحكي صلى الله عليه وسلم ان اللي كان بيرمي عليه السلام ده الشجر والحجارة فعلا. والنبي قال كمان اني لا اعرف مكانه الان، انا عارف الحجر اللي كان بيسلم عليه. حاجة كمان، ربنا حبب اليه الخلوة، بقى بيفضل يقعد لوحده اكتر ما بيقعد مع الناس. بقى يروح غار حراء كتير فوق جبل اسمه جبل النور، اصلا طلوعه بياخد ساعة او اكتر تقريبا. والغار عبارة عن تجويف او كهف صغير كده، يقدر النبي صلى الله عليه وسلم انه يشوف الكعبة من فوق، ويقعد في الغار يتفكر في خلق الله ساعات. وكان بياخد اوقات اكله وشربه معاه عشان يقعد بالايام. وفضل النبي على الحال ده لحد ما جت اللحظة الحاسمة، لحظة التقاء سيد الملائكة بسيد البشر. سيدنا النبي أتم 40 من عمره. هينزل جبريل في ليلة من الليالي على محمد وهو في الغار. القرآن بيوصف منظر السماء إنها اتملت حرس وجنود من الملائكة. هو إيه اللي هيحصل؟ القرآن الكريم هيبتدي ينزل على النبي. جبريل نازل بكلام الله رب السماوات والأرض ومالك الملك العزيز الرحيم. النبي في الغار في ليلة غير مقمرة وفي منتصف الليل، ومحمد قاعد لوحده، ويقول هبط علي ملك فأخذني فضمني ضمة شديدة وعصرني حتى بلغ مني الجهد، تعبت، ثم تركني وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضمني تاني وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني وضمني لثالث مرة حتى ظننت إنه الموت، ثم تركني وقال لي اقرأ، قلت ماذا أقرأ؟ فقال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.